احنا الدولة الوحيدة بألمانيا مظلومين بسباقاتنا، مظلومين. احنا هنا الطير اذا يقعد ما يشاركوا بعد. تعرف لو ما تعرف، بلجيكا يقعد طيره براحته، بهولندا يقعد طيره براحته. طيره يرجع من السباق مجهد يقول لك هالاسبوع ما طلع، الاسبوع الجاي طلع. انا راح من عندي سباق، طير جيد، طير ممكن يحصل نتيجه، لكن جاي مجهد تعبان. اوكي، اذا ما اطلعه مثلا ماشي 7 سباقات، اذا ما اطلعه ينحرم من البرايز، ينحرم البرايز يعني النتيجه. اوكي، نتائج يعني تروح عليه، ينحرم، ينكسر الطير، ما له قيمه بعد. عرفت شلون؟ يعني هاي المواضيع اللي فرق بيننا وبين بلجيكا وبين هولندا. احنا سباقاتنا صعبه 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 صعبه، وصدق يراد لها زلم. واللي يربي زاجل هنا بالمانيا، ما اقول لكم لانه انا بالمانيا واحكي لكم، اللي يربي زاجل هنا بالمانيا ويطلع نتائج كلش قويه به، عافيه عليه. اقوى الجنايه بالمانيا، بس ما عندنا اعلام. على مود هاي هسه انا جاي اوضح، ما عندنا اعلام، كلها بلجيكا بلجيكا بلجيكا، كلها تصيح بلجيكا، كلها تصيح بلجيكا. الطيور الالمانيه تسابق قصيره، تسابق متوسطه، تسابق طويله. الطيور البلجيكيه بس قصيره. طيور ما بيها انا اقول لك طيور ما بيها نفس. طيور سريعه، انا اقول لك سريعه. اوكي، ليش؟ لانه طبيعه سباقاتهم بهالشكل هذا. انا هسه هاي اول مره اطلع قدام الكاميرا واحكي هالحكي هذا. ممكن هسه هناك جنايه اخواننا اصدقائنا ممكن يزعلون من هذا الكلام، اوكي، ممكن يشوفون الفيديو يزعلون من هذا الكلام، لكن هاي الحقيقه. اخوان، احنا هنا سباقاتنا بحته، وقتنا ضيق، عندنا شغل، عندنا كذا، عندنا كذا، في نفس الوقت اريد نطلع نتيجه، نظهر نفسنا للعالم، نظهر نفسنا